السلام عليكم. هنعمل النهاردة وصفة حلويات سهلة وبسيطة واقتصادية جدا. اللي هنحتاجهم فيها بقى كوباية دقيق واحدة وبيضة واحدة، وهتعملوا أحلى وأسرع حلوى. يعني لا فيها عجن ولا فيها تخمير ولا مكونات كتير. ده غير يا جماعة يعني إنها بتتعمل في دقايق ما بتاخدش أي وقت. كمان مش محتاجين فيها لا أدوات تشكيل ولا أي تعقيدات نهائي. كل ده بقى كوم وطعمها وقرمشتها كوم تاني. انسوا بقى بلح الشام والزلابية وصوابع زينب وأي مشاكل ممكن تواجهكم في عمايلهم. واعملوا وصفة النهاردة يعني سهلة وناجحة بامتياز. تعالوا نشوف طريقتها. حطوا لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول خطوه بقى بنبتدي بالشربات، يعني نجهزه كده ونركنه على جنب علشان وقت ما نحتاجه يعني يكون تقل كده وبرد معانا. فبنحتاج للشربات كوبايه سكر واحده وعليها كوبايه ميه. وما تنسوش عصره الليمون علشان يعني الشربات يعقد كده وما يسكرش منكم. شغلوا بقى عليه النار يعني مده كده 7 أو 8 دقايق، وبعدين بنطفي عليه. ولو حابين بعد ما تطفوا يعني تضيفوا له كيس فانيليا براحتكم. وبالنسبة بقى للعجينة بنحتاج لمعلقة كبيرة من السمنة كان وزنها بالظبط 20 جرام. وممكن يا جماعة تستبدلوها بالزيت، بس السمنة كده بتخلي الحلوى دايب أكتر وقت الأكل. انزلوا عليها بقى بيضة واحدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة. حطيت كده على البيضة كمان كيس فانيليا، ولو عندكم سايلة يعني حطوا منها نص معلقة صغيرة. بننزل بقى كمان يعني بمعلقة كبيرة من الخل كانت حوالي كده 10 جرام. حطيت عليهم 3 معالق كبار من المية، كانوا بالظبط كده 30 جرام. المية يا جماعة يعني عادية، لا دافية ولا باردة. آخر بقى حاجة حطيتها ذرة ملح صغيرة قوي. وهاتي بقى المضرب كده او الاسباتولا واديهم تقليبه كده على السريع، يعني علشان تخلطي المكونات مع بعضها وتدوبي السمنه كده مع البيضه كويس. ما تزودوش يا جماعه عن 3 معالق كبار ميه علشان ما ترجعوش تحتاجوا دي اكتر من الكميه اللي هنحطها. تمام. بعد بقى ما خلاص يعني خلطنا كل المكونات وامتزجت كويس، هنبدا ننزل عليهم بالدقيق. محتاجين بقى الكوبايه دقيق مليانه شويه او هرميه، يعني كان الوزن بتاعها كده 150 جرام. فلازم تدخلي الدقيق في الاول وبعدين بقى تعايريه او توزنيه ايا كان. بالنسبة بقى لنوع الدقيق يعني ينفع أي نوع دقيق موجود عندكم. فأنا بالنسبة لي يا جماعة مستخدمة الدقيق لجميع الأغراض. حطيت عليه بقى يعني معلقة صغيرة من البيكنج باودر كانوا 4 جرام. وبعدين نزلت بمعلقة كبيرة من النشا يعني كانت حوالي 13 أو 14 جرام. خلاص كده. يعني هي دي بقى كل مكوناتنا، سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. ما تزودوش بس في كمية النشا عن كده علشان ما تخليش الحلوى يعني محجرة معاكوا زيادة عن اللزوم. فاحنا عاوزينها بس تكون ناعمة كده ودايبة في الأكل. بعد كده بقى بدأت ألم العجينة وعجنتها حاجة بسيطة قوي. فهي مش محتاجة يعني العجن كتير ولا حاجة. فمش ضروري يعني نربي لها عرق. بتفضلي بس كده تلم العجينة على بعضها لحد ما تلم كده وما يكونش فيها أي دقيق. فالعجينة يا جماعة يعني كانت مظبوطة وما احتاجتش ولا نقطة مية معايا. فانت بتعجني وتشوفي، لقيتك اهو العجينة مظبوط يبقى تمام. طيب لقيتيها معاكي يعني ناشفة كده زيادة عن اللزوم، فممكن تحط لها شوية مية صغيرين قوي. واحدة بواحدة كده، يعني معلقة صغيرة بمعلقة صغيرة لحد ما تظبط معاكي. برضو لو لقيتيها معاكي يعني طرية كده زيادة عن اللزوم، حط لها رشة دقيق صغيرة قوي. واحدة بواحدة برضو كده بالراحة. فاحتياجها للمية تاني او للدقيق بيكون على حسب حجم البيضة اللي انتوا مستخدمينها. شايفين هو ده قوامها المظبوط، طرية كده بس ما بتلزقش في ايدينا ولا حاجة. غطوها بقى ترتاح 5 دقايق كده او 10 دقايق وبعدين تقدروا تشكلوها على طول. فالعجينة يعني لا فيها خميرة ولا حاجة. احنا مجرد بس بنريحها علشان ما نيجي نفردها تتفرد معانا بكل سهولة. مش عاوزينها تكش او تلم معانا واحنا بنفردها. بعد 10 دقايق بقى كانت العجينة ارتاحت، فنبدأ نشكل. رشيت بقى شوية من النشا تحتها وفوقيها كده حاجة بسيطة قوي. ابدأي بقى افرديها، فهي هتتفرد معاكي سهل قوي لاننا ريحناها شوية. افرديها بقى على شكل مربع او مستطيل علشان ما تهدرش منها حاجة وقت التقطيع او التشكيل. بصوا بقى يا جماعة، يعني اهم حاجة انكم تخلوا سمك العجينة بتاعها مظبوط، يعني وسط. مش عاوزينه تخين قوي ولا برضو رفيع. وهوريكم سمكها دلوقتي. لو سمكها طلع معاكم تخين فعمرها ما هتتنفخ معاكم. برضو لو رقيق زيادة عن اللزوم برضو مش هتتنفخ. فاظبطوها بالسمك اللي هوريهولكوا دلوقتي. شايفين يا جماعة، يعني هو ده بقى السمك اللي تعمليه بالظبط. لا تخنيه عن كده ولا ترفعيه عن كده. وبعد بقى ما خلصت فرد هتجيبي بقى السكينة او القطاعة اللي بنقطع بيها القراقيش او حتى المسطرة. وفي الاول كده بتساوي الاطراف، يعني بتاخدي منها حاجة بسيطة قوي بحيث يعني تكون متساوية معانا اكتر. وبعد كده ابدأي بقى قطعيها لشرايح او لشرايط بالطول. يعني بتكون كده بعرض عقل الصباع تقريبا، علشان في الاخر بس عاوزينها يكون شكلها كده على شكل اصابع. وممكن يا جماعة تقطعوها كده على شكل مربعات او مستطيلات صغيرة، او تستخدموا اي قطعات عندكم لو حابين تعملوا منها اشكال. فانا كده قطعتها بالشكل السهل البسيط ده علشان اللي ما عندوش قطعات.
وبعد ما قطعت بقى العجينة لشرايح بالطول رجعت قسمتها كده على 3 علشان تكون أصابع طولية بالشكل ده. وهنا بقى حبيت كده أوريكي سمكها المظبوط من قريب، يعني لا تخينة ولا رفيعة زيادة عن اللزوم. هنبدأ بقى يا جماعة نسويها على طول. هاتي طاسة على النار، أول ما الزيت يسخن يعني كويس أوي انزلوا بقطع العجين. لازم تسخنوه كويس أوي في الأول علشان الحلوى تتنفخ كلها في الزيت، فلو الزيت لسه بارد أو لسه مسخنش كويس عمرها ما هتقب ولا هتتنفخ معاكم. أول بقى ما تنزلوها في الزيت يعني هتلاقوها بتطفو كده أو بتطلع على وش الزيت. خلوا بقى النار يا جماعة تحتها وسط، يعني مش عاوزينها هادية أوي ولا عالية أوي. وبعد ما بخلص بقى كده حطايط بقلب فيها كل شوية، يعني علشان تلون معانا كده وتاخد لون دهبي جميل موحد ومظبوط، وكمان تستوي كويس. فبتقلبوها بقى باستمرار لأنها بتلون بسرعة أوي. فالحلوى دي يا جماعة يعني بتحب كده تتحمر في زيت غزير، علشان كده يعني حاولوا تستخدموا طاسة صغيرة بحيث ما تستهلكوش كمية زيت كتير. هنا بقى كنت بوريكي قد ايه شكلها جميل وكلها منفوخة وجميلة قوي. وما بتلاقوها بقى خلاص كده كلها خدت لون ذهبي وخلاص استوت كويس، بتقوموا بقى مطلعينها من الطاسة. هي ما شاء الله يا جماعة يعني ما بتشربش ولا نقطة زيت نهائي. بتاخدوها بقى وبتنزلوها في الشربات على طول، لانها لو بردت وجيتوا تسقوها بالشربات فمش هتقدروا تشربوا بعد كده. بتسيبوها بقى في الشربات يعني على حسب ما انتوا عاوزينها مسكرة قد ايه. لو حابينها مسكرة أوي سيبوها 5 دقايق وطلعوها. حابينها مثلا سكرها قليل أو مظبوط يعني دقيقة كده أو 2 وطلعوها. هكمل بقى قلي باقي الكمية بنفس الطريقة، بس لو لقيتوا الزيت سخن زيادة عن اللزوم هدوا النار عليه شوية، يعني علشان ما تاخدش لون بسرعة وتكون لسه نية من جوه. طلعوها يا جماعة بلون دهبي أغمق درجة، لأنها بتفتح كده درجة أو 2 لما بنسقيها بالشربات أو بتقعد مدة طويلة. وبالراحة كده وانت بتقلبيها وهي في الشربات علشان ما تكسرش منكم. وعلى حسب ما انتوا عاوزين سكرها ان كان زياده او قليل بتسيبوها في الشربات الوقت اللي انتوا عاوزينه. شايفينها بقى ما شاء الله. حطيتها كده في طبق التقديم وزينتها برشه من المكسرات عليها. شكلها بقى يا جماعه في منتهى الجمال. ما شاء الله يعني لونها مظبوط جدا دهبي وجميل. كمان شاربه الشربات كده بتاعها وسكرها مظبوط قوي، يعني تاكلوا منها كده ما تشبعوش. كمان شايفينها قد ايه مقرمشه ودايبه في نفس الوقت، مفرغه كده من جواها ورهيبه بصراحه. شفتوا بقى يعني عملناها في منتهى البساطه والسهوله. فهي بصراحة من الحلويات اللي ما بتاخدش وقت، وكمان مكوناتها ما فيش ابسط منها. كمان في اكلها بتدوب في البق دوبان. طعمها بقى كده هينسيكي بلح الشام وصوابع زينب والزلابية واي حلويات كلتوها قبل كده. والحلو فيها كمان انها مش بتحتاج لقطاعات تشكلوا بيها ولا الحاجات مش موجودة عندنا او صعبة. زي ما شفتوا تشكيلها كان سهل قوي. جربوها يا جماعة وان شاء الله انا واثقة انها تعجبكم وهتقوموا كلكم تجربوها وبألف هنا. كمان الكمية اللي انتوا شايفينها دي من كوباية دقيق واحدة. تقدروا بقى تضاعفوا المقادير وتعملوا كمية أكبر لأنها تستاهل إنكم تجربوها. وكده بقى خلاص وصفتنا خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو بتشوفوها لأول مرة. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.